السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في البداية ما تنساوش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بأن الرفع مجددا من سن الإحالة على التقاعد إجراء لا مفر منه، خاصة بعد دخول بعض صناديق التقاعد مرحلة العجز التقني واقتراب الأخرى من ذلك. وأوضح بيتاس بأن المشاورات مع باقي الفرقاء الاجتماعيين قد انطلقت بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تمكن من إنقاذ صناديق التقاعد من شبح إفلاس وشيك. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020 أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن وضعية صندوق التقاعد المتعلق بإجراء القطاع الخاص تدهور بشكل متواصل، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027 على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040.